خرج رياض محرز لاعب منتخب الجزائر والأهلي السعودي بتصريح خلق ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال بأنه الأجدر بالفوز بالكرة الذهبية الإفريقية والتي تمنح لأفضل لاعب في القارة السمراء بالمقارنة مع الحارس المغربي ياسين بونو حارس المنتخب المغربي والهلال السعودي، والذي اختبر حاليا واحد من أفضل الحراس في العالم. ويعتبر هذا التصريح بمثابة ضربة استباقية ومحاولة للتأثير على التصويت الذي سيتم في الأيام المقبلة وسيعلن عن نتائجه في الشهر المقبل. وأرجع محرز سبب ذلك وفق تصريحه لجريدة ليكيب الفرنسية لكونه فاز بالثلاثية مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، وعطفا على الأداء الذي قدمه رفقة المنتخب الجزائري. واعترف محرز في مستهل كلامه ضمنيا بقوة المنافسة من طرف الحارس بونو وأحقيته بالفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، وقال: سمعت أن ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي هو المرشح الأول للفوز، لقد فاز باليوروبا ليج مع فريقه السابق إشبيليا، لكن ذلك لا يضاهي تحقيقه للثلاثية التاريخي رفقة السيتي. يظهر أن محرز نسي أن ياسين بونو بالإضافة للقب الأوروبي مع نادي إشبيليا فقد تألق في أقوى المنافسات الكروية على الإطلاق وهي كأس العالم، وقاد المنتخب المغربي لبلوغ نصف النهائي البطولة متخطيا منتخبات عريقة في عالم كرة القدم. ويذكر أيضا أن بونو جاء ثالثا في سباق أفضل حارس في العالم وأحرز المركز الثالث عشر في سباق الجائزة الذهبية، في حين أن محرز لم يدخل حتى بين 30 اللاعبين الأوائل في سباق الجائزة للكرة الذهبية والتي تواجد بها 7 لاعبين من السيتي، حيث لم تكن له لمسة شخصية في نتائج الفريق، وكان ملازما لدكة البدلاء في أغلب فترات الموسم وخصوصا المباريات المفصلية. فما رأيكم في تصريح محرز بشأن الكرة الذهبية؟ هل يملك حظوظا للفوز بالجائزة أمام ياسين بونو؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.